احنا النهارده رايحين فين يا اشطر كتكوت؟ النهارده بقى واخدين محاسن ومسعده ومسعود رايحين يفسحوه، وتعالوا معانا بقى نوريكم الروتين اليوم النعجات بتوعنا. يلا بينا. يلا بينا، يلا انا جاي اهو. اخواتي عاملين ايه يا ولاد؟ صلى على الحبيب قلبك يتيب. وجبت شويه خضره فيهم فيتامين بي وكالسيوم عشان بيبي بقره كانت جعانه ومامتها من الاب مش عاوزه تديها الرضع، وطبطبت عليها واكلتها. ودخلت على اهلها البقر وسلمت عليهم وحطيت لهم اجود انواع العلف اللي فيه حديد وبروتين. وده الميني خروف مسعود صديق الصدوق، امه مسعده كانت حضرت وكانت بترضعه من الدندوق. ودي بقى اشطر كتكوت زوجتي الماضيه، حذفت لها من السطح شويه علف دريس عشان مسعده ومحاسن عندهم نقص كالسيوم، والعلف ده فيه دهون وكربونات وثالث اكسيد الكربون بمعنى مفيد لصحتهم ورشاقتهم. وده مسعود كان زعلان عشان بعد ما امه من الاب بضته ما اهتمتش بيه في الرضاعه وبتفضل اخوه التالت اللي من نفس الاب عليه، بس للاسف هو ما كانش في المود خالص. حسونا يلا يا حبيبي عشان تاخد اللدع يا حبيب قلبي، يلا كنت موتي يا حلو لا يا ده بابا. يلا اوعى يا عم، يلا انت عارف لو رضعت هنوديك لبكار. يلا يا جميل. الكتكوتة قررت تفتح عليهم المنزل بتاعهم وتخرجهم في الهواء الطلق كده وتملى ليهم شويه مياه من الحنفيه. هتقولوا لي ليه مش بيشربوا ميه معدنيه؟ اصل مياه الحنفيه فيها كلور وده بيفيد صحتهم، فقالت يلا بينا نفسحهم. يا ولية، مسعود عامل ايه يا اشطر كتكوت؟ على فكره مسعود بقى المفروض يمشي عشان هو كبر. لا والله والله كبر حتى. بص تلاقيه في الارض. الصلاة على النبي الله اكبر. شاطر. وده حكشر لوكش قال يلا بينا نخليهم يغيروا جو عشان يشوفوا اصحابهم الانتيم. والكتكوته لبستهم ترنجات عشان يبقوا شياكه واناقه واخر لواط عشان هيلعبوا ماتش كره قدم مع بعض ضد بعضيهم على النجيله ديت. وبعد ما لبستهم واشتكتهم يلا هيدي بسم الله الكره اهي ويلا بينا نبدا الماتش مع مسعده ومحاسن والحكم مسعود ونشوف مين هيفوز في الاخر. والكتكوته كانت بتديلهم الكره عشان يلعبوا، هم ما فيش ردة فعل عليهم خالص، ولا بيشوطوا ولا بيباصوا ولا حتى مسعود ماسك صفاره ويقول فاول حتى. فاللي لفت بصري في الاخر ان هم مش حابين يلعبوا مع بعض عشان بينافسوا من بعض، اصل كانوا متخانقين من كام يوم بسبب تمن الا ربع برسيم ومخاصمين بعض، واحنا قلنا نخرجهم ونصالحهم مع بعض بس للاسف فشلنا. وده بقى الحاج صاحب البيت كان شايل حشائش فيتامين وبروتين من الارض الرطب عشان ياكل البقر التخين الطويل الرفيع القصير، وشايل على كتفه لحد ما وصل للعربيه بالحمار الوحشي ده. وده حكشه اللوكشه بيسرق لنا كام عود قصب السكر وبيشيله كده من جذوره من غير ما يصعب عليه. ده انت مفتري يا جدع. وطبعا الراعي الرسمي لاي رحله بتاعتنا هي ايه يا اشطر كتكوت؟ القصب زي ما انتوا عارفين، حته قصب كده عسول. عشان ما فيش معصره هنا فاحنا هنعصر القصب بسناننا. واحنا قلنا نمص قلبه كده بمنتهى السهوله ما صعبش علينا، بس مش مسكر فعلا، ما فيش اصعب من لحظه الفراق. ومسعده هنا فجاه جاعت فقالت بدل ما اكل في نفسي اكل شويه حشائش من الارض، بس كنت خايف عليها لحسن تعمل دماغ وتتسطر. وابنها هنا ما عجبوش اللي هي بتعمله فراح جاي واخد بعضه وماشي وناطط بعيد عنه. وحكش حش من بطر الارض شويه بروتين وفيتامين بطعم قشر البرتقال عشان نتعشى بيهم، واللي يزيد يكون للفطار الصبح بدري. كده تكون رحلتنا الريفيه خلصت. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك وكومنت وشير، واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام.